الكبدة البلدي وجمالها وجمال أول يوم العيد اللي الكل بيعملها في أول يوم عيد. يلا أقول لكم الطريقة ازاي بقى اللي أنا عملتها بطريقة خرافية بصراحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وكل سنة وانتم طيبين. أول حاجة جهزنا الكبدة معانا وجهزت لها التتبيلة بتاعتها، الثوم والفلفل ودقيتهم في الخلاط ورشة نعم رشة كزبرة ناعمة ورشة فلفل اسود، وكنت مجهزة مكعبات دهنة ونزلت بيها في الطاسة شوحتها. وطبعا اللي على جنب دي كانت اللحمة بتاعتي، وكنت مقطعة مكعبين لحمة برضو، خدت قطعتين لحمة كده وجيت مقطعاهم حتت صغيرة. انت برضو لو عايزة تضيفي عليها لحمة، عايزة تضيفي عليها فشة، عايزة تضيفي عليها كلام، كل ده في الطاسة بيبقى زي العسل. انا ضفت اللحمة بس المرة دي وعليهم ايه وشوحتهم عليهم حتة دهنة، وشوحتهم في الزيت بشوية البهارات بتاعتي والورق اللوري، وبدأت اشوح زي ما انتم شايفين كده. جيت ضايفه الكبده عليهم اول ما تشوحوا واستوت شويه ايه اللحمه، عشان اللحم بياخد سوا برضو، بس انا قطعتها طرشات صغير ما غيبتش معايا في السوا. تمام. نزلت بباقي التتبيله الدقه بتاعتي، نزلت بقى في الطاسه بعد ما الكبده اتشوحت. تمام زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. يا ريت لو وصلت لحد هنا ما تنسيش بلايك منك كده حلو، يا رب اللي يدعمني واللي يحط لي لايك يا رب يرزقه بزياره بيت الحرام عاجلا غير اجل، امين يا رب. نزلت بالفلفل ومعاهم بصله جوليان كده مقطعه طرنشات، وقعدت اقلب كده لحد ما ايه ما زي ما انتم شايفين كده اتبلت. نزلت بقى بالفلفل الاسود بتاعي ومعاهم شطه حاميه، اللي هي الشطه الحصى دي، معاهم شويه ملح، ونزلت بهم في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. بعدين ضفت معلقتين خل، عليهم عصره ليمونه، وكده الكبده استوت عندي. شوحتها شويه وكده الكبده استوت عندي ما شاء الله. وبدات اعمل سندوتشات للاولاد زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. قولوا لي بقى انتوا بتعملوا الكبده زي ما انا بعملها كده ولا بطريقه تانية؟ وريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات وتقولوا لي انتوا بتحبوها بالطريقه دي ولا بطريقه ايه. كل واحده اللي بتعمل كده تكتب لي في التعليقات. وبتعملوها في اول يوم العيد ولا تاني يوم؟ يلا كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.